أرجو من إخواننا الذين يتابعوننا من طلاب وطالبات القرآن المهتمين ألا تكون عندهم المعلومات النظرية في وادي والتطبيق في وادي آخر. يعني تعودنا نرى في بعض الناس أنهم يحفظون تعريف الإخفاء فقط، هو نطق بحرف بصفتين بين الإظهار والإدغام ويرددونه، لكن عند التطبيق ما يعرف أن يربط هذه المعلومة بالواقع وبنطقه. إذا شرحناه قبل الفاصل جملة جملة، وسيأتي معنا في اللوحات بعد قليل. قبل أن أنتقل إلى اللوحات بقي أن نسأل: ما هي الحروف التي تخفى عندها النون الساكنة والتنوين؟ تخفى النون الساكنة والتنوين عند 15 حرفا، هي الحروف الباقية من بعد 6 الإظهار الحلقية، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، و6 الإدغام يرملون، وباقي القلب 6 و6 12، والباء صاروا 13. لو طرحنا 13 من 28 عدد الاحتمالات التي يمكن أن يأتي حرف من حروف الهجاء بعد النون الساكنة والتنوين، يبقى عندي 15 حرفا، 15 احتمالا. هذه الحروف الباقية هي حروف الإخفاء. من أحب أن يحفظ بيتا يضبطها فليحفظ البيت الذي ذكره العلامة الشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله من أئمة التجويد. قال في منظومته تحفة الأطفال والغلمان عن حروف الإخفاء: صف يعني الحروف الأولى من كلمات هذا البيت: صف ذا ثنى، كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. صف الصاد، صف ذا الذال، ثنى الثاء، كم الكاف، جاد الجيم، شخص الشين، قد القاف، سما السين، دم الدال، طيبا الطاء، زد الزاي، في الفاء، تقن التاء، ضع الضاد، ظالم الظاء. هذه الحروف 15 سنمر عليها بعد قليل بإذن الله في اللوحات حرفا حرفا مع الأمثلة سواء من النون الساكنة أو من التنوين. ننتقل إلى اللوحات التي تبين لنا الكلام على حكم الإخفاء، وهو الحكم الرابع والأخير من أحكام النون الساكنة والتنوين. نشاهد على اللوحة قول إمامنا الجزري رحمه الله في البيت 68: والقلب عند الباء بغنة، ثم قال: كذا الإخفاء لدى باقي الحروف أخذا. طبعا قوله كذا يعني بغنة، ألم يقل في القلب في مطلع البيت في صدر البيت: والقلب عند الباء بغنة، يعني بإخفاء مع ميم مخفاة بغنة، ثم قال كذا، كذا يعني أيضا بغنة، أيضا لابد من إظهار الغنة. فين؟ الإخفاء. الإخفاء طبعا أصلها الإخفاء. ننتقل إلى اللوحة التالية فنرى بأن تعريف الإخفاء في اللغة الستر. نعم، وعند المجودين يعني اصطلاحا هو نطق بحرف بصفة بين الإظهار والإدغام عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول. وشرحته لكم جملة جملة ونعيد الآن نرى على العبارة الجديدة. فمعنى بصفة بين الإظهار والإدغام، ما معنى أي فيه شبه بالإظهار وشبه بالإدغام، كما فيه مخالفة لهما، والجدول الآتي قريبا يبين ذلك. سيأتي معنا جدول بعد الأمثلة إن شاء الله للإخفاء، سيأتي جدول يبين حقيقة كيف أن الإخفاء حال بين الإظهار والإدغام، ويشبه هذا ويشبه ذاك ويخالف كلا منهما. ننتقل إلى العبارة التالية: ومعنى عار عن التشديد أي يبقى صوت الحرف المخفى مستقلا عن صوت الحرف المخفى عنده. هذا أمر هام جدا. لو اندمج صوت الحرف المخفى مثلا كما كنا نذكر قبل الفاصل الإنسان، لو اندمج صوت النون بصوت السين لصار النطق بسين مشددة الإسان، وليس الأمر كذلك. أي إذا نرى العبارة مرة ثانية أمامنا:
أي يبقى صوت الحرف المخفى مستقلا عن صوت الحرف المخفى عنده. ننتقل إلى العبارة التي بعدها: ومعنى مع بقاء الغنة في الحرف الأول، أي يبقى صوت الغنة مع الحرف المخفى ولا يكون مع صوت الحرف المخفى عنده. يعني لما أنطق أنا السين هي الحرف المخفى عنده، أنا أخفيت النون عند السين. لاحظوا أنني أقول عند، وهكذا نبه أئمتنا، قالوا قولوا أخفيت كذا عند كذا، ولا تقل أخفيت كذا في كذا، لأنك إذا قلت في فإن هذا الكلام ينسحب على الإدغام. إذن الحرف المخفى عنده هو السين، لا غنة فيه. الإنسان لما أقول سا، هذه السين لا غنة فيها. بهذا التعريف وبهذا الشرح له أرجو أن يكون الأمر قد صار واضحا. ننتقل إلى اللوحة التالية التي تبين لنا الحروف التي تخفى النون الساكنة والتنوين عندها. نرى على اللوحة تخفى النون الساكنة والتنوين بغنة، تخفى بغنة. لاحظوا كلمة بغنة، إذا لابد من تطويل الغنة ومطها، وهي غنة كاملة عند 15 حرفا جمعها الشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله، وهو كما نرى كان من علماء القرن الثاني عشر الهجري رحمه الله. في أوائل كلمات هذا البيت قوله في منظومته: صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. هذه الحروف الملونة باللون الأحمر في أوائل كلمات هذا البيت هي حروف الإخفاء 15.